والحال هذه، فأول عمل جاد علينا فعله من حيث الأسلوب هو التخلي عن نسق الحقيقة ذاك. في الحقيقة يتطلب الأمر موقفا سلبيا، أي التصرف السلبي على جميع الأصعدة إزاء نسق الحقيقة التابع للنظام القائم. لا أقصد هنا اتخاذ جبهة فظة، بل أعني ضرورة اتخاذ الموقف المعارض عبر تحليل نسق الحقيقة لذاك النظام. لا يمكن الإمساك بمربط الفرس في النظام القائم أو البدء بحله وتفكيكه إلا بمقومات باسلة قيمة، وببذل الجهود لإنشاء المجموعات المعارضة، ليس تجاه الشباك وأجهزة السلطة فقط، بل وتجاه بؤر الاستغلال في كافة أماكنها. جميع التكوينات الاجتماعية هي ثمرة الذهنية، وعلى نقيض ما يقال فالأيدي والأقدام لا تنشئ المجتمع، ولو كان كذلك لكان العالم الذي أمامنا مختلفا كل الاختلاف. ظهرت جميع الأحداث المهمة ومراحل التطور والبنى الموجودة في التاريخ كثمرة من ثمار الذهنيات المؤثرة والعزائم التي لا تلين. وأحد أهم الأخطاء الجسيمة للأسلوب الماركسي يكمن في تعويله على البروليتاريا القابع تحت وطأة القمع والاضطهاد والاستغلال اليومي لإنشاء المجتمع الجديد، دون أن يوجه الثورة ويعمقها في الميادين الذهنية. لقد عجز الماركسيون عن رؤية أن البروليتاري عبد مغزو ومستعبد من جديد، بل وقعوا بأنفسهم في سفسطة العمل الحر. وبإضافة الأخطاء الأخرى تكون قد اتضحت نتائج هذا الخطأ. إذن ومع إيلاء المعاني لمنجزات الإنسانية في العلم، كيف يجب أن تكون الذهنية التي علينا اكتسابها؟ للرد الصريح على هذا السؤال، علينا بمزيد من كشف النقاب من الأعماق عن الموقفين الذهنيين النابعين من الذاتية والموضوعية، والمؤديين في النتيجة إلى نفس المصب. أولهما هو أنه، وعلى عكس ما روج كثيرا، فالموضوعية ليست تعبيرا عن قوانين الطبيعة والمجتمع مثل ما هي عليه. ولدى البحث بإمعان فسيرى أن القوننة الموضوعية هي الشكل العصري لعبارة كلام الرب القديمة، إذ يصدح صدى القوى الخارقة للطبيعة والمجتمع في هذه الموضوعية على الدوام. وبمزيد من النبش والسبر فسيدرك أن هذا الصوت يعود لحاكمية وسيطرة الطاغي الجبار والاستغلالي. إن العقل الموضوعي ونسق أصواته الصداحة ذو عرى وثيقة مع نظم المدنية القائمة، حيث روضت تلك الأصوات على يد تلك النظم وأصبحت مألوفة للأذان. وحتى لو جنيت معلومات جديدة من الموضوعات فهي تلحق على الفور بأماكنها المخصصة لها ضمن النظام القائم. علينا بكل تأكيد معرفة أن كل صاحب اكتشاف تقني جديد يكبل سلفا أو لاحقا بألف قيد وقيد على يد النظام القائم، وفي حال الإصرار على العكس فسيتعرض لغضب آلهة النظام، مثل ما نشهد في الأمثلة التاريخية، بدءا من آدم حتى إبراهيم، ومن ماني إلى منصور الحلاج، ومن بولس الطرسوسي إلى جوردانو برونو. فلدى دنو أصحاب المقاربات الموضوعية من الحقيقة والعدل أكثر، فسيواجهون ألف عدو وعدو. ستكون الموضوعية ثمينة للغاية، إذ كانت حقا تعني الشيء الذي تراه عين القلب ويرصده الإدراك، وإذ ما ارتبطت بقيم الحياة الحرة فستؤدي إلى الحكمة الحقيقية. لكن يجب حينها تحمل نتائج أن يكون المرء مقاتلا في سبيل الفكر، مثل ما كان منصور الحلاج وجوردانو برونو. يجب التبيان بعناية وحساسية أنه بالمقدور استخلاص نتيجة ذات اتجاهين من الموضوعية بالنسبة لقوانين العلم. فالتمييز بين الاتجاه الذي يمثل النظام الحاكم المتأسس وبين الاتجاه الذي يمثل الحقيقة يتطلب انهماكا عظيما وصمودا عتيدا. أما نمط الفكر الموضوعي العائد غالبا للفكر التحليلي فسيؤدي مهمة الديناصور الثاني في التاريخ، ما لم تتوثق عراه مع الأفكار الحدسية الآنية المتآتية من الذكاء العاطفي. فالوحش المولد للقنبلة الذرية ليس سوى نسخة جديدة معدلة من اللويثان القديم، مجهزا ببنية الفكر التحليلي للحداثة الرأسمالية، وهو نفسه المسؤول عن هذه اللوحة السوداوية السلبية التي تحدثنا عنها. وإذا أمعنا النظر في هذا الإله الجديد غير المقنع والمتجلي في هيئة الدولة القومية، فسنلاحظ عن كثب ما يقتدر عليه الفكر التحليلي الموضوعي. أما الذاتية القابعة في القطب المقابل للموضوعية فتدعي الوصول إلى الحقيقة عبر مفارقات الإدراك الحسي دون الحاجة إلى الموضوع الشيء. إنها ضرب من الأفلاطونية،
ولدى تركها لوحدها فسيظهر على الفور جانبها المخادع القالبي مثل محال الموضوعية. الحقيقة هي بقدر ما نحسه وندركه. هذا ما يصل بأحد جوانبه إلى مذهب الوجودية الأنطولوجية، فهي تعتبر الإنسان موجودا بقدر ما يخلق نفسه، ورغم تأسيس العديد من المدارس الفكرية باسمها، فهي مثلما الموضوعية لا تتخلف عن اتخاذ مكانها ضمن النظام القائم. أما سقوطها في الذاتية، نزعة إنكار الموضوع بمفهومها إزاء الطبيعة والمجتمع، فيؤدي إلى جعلها دعامة وطيدة للفردية. فالرؤية التي تجعل الفرد في الحداثة أنانيا مرتبطة عن كثب بالذاتية، فتمهيدها الطريق للأنانية عوضا عن ظهور الأنا السليمة، متعلق بالحافز الأساسي الذي يفضي إلى المجتمع الاستهلاكي. الذاتية مسؤولة أيضا عن الفكر الدوغمائي المنحرف الذي مفاده الحقيقة بقدر الأنا، والنظام الرأسمالي مدين بالكثير لهذه البنية الفكرية. فهذا النمط الفكري المنعكس على كافة الميادين الفنية وعلى رأسها الآداب قد انتهى به المطاف إلى ابتداع عالم افتراضي، حيث بسط نفوذه على المجتمع برمته بوساطة صناعة الفن، فأمن بإضعاف مضاعفة المشروعية التي يحتاجها النظام القائم، الذي أبقى على المجتمع يأن تحت وطأة هجمات العالم الافتراضي لحظيا، ليترك متخبطا على الدوام في انعدام القدرة على التفكير الذاتي. هكذا أسقطت الحقيقة إلى مستوى عالم التشبه والمحاكاة لتزول معاني الفرق بين الأصل والشبه. الجانب الإيجابي للذاتية كإدراك حسي هو ارتباطها عن قرب بالفكر العاطفي، أي أن استكشاف الإحساسات والحدسيات في الإدراك الحسي يعتبر جانبا قويا. جرت المحاولات في مذهب التصوف وفي حكمة الشرق الأوسط لبلوغ التكامل بين المجتمع والطبيعة عبر أسلوب الإدراك الحسي، فقطعت مسافات شاسعة في هذا الشأن، بحيث لا يزال بالمقدور تفعيلها والاستفادة منها اليوم أيضا كمنبع لا ينضب. تتميز ذاتية الشرق المثالية بتفوقها على موضوعية الغرب الشيئية بمقاربتها الأخلاقية من المجتمع والطبيعة. هذا وطالما أصيبت الذاتية أيضا بعدوى عكس ذاتها على أنها صوت الإله، مثلما كانت عليه حال الموضوعية. كلتاهما تتلاقيان في جانبهما هذا، فانطلاقا من مقاربتهما من الطبيعة والمجتمع بالاعتماد على فكرة الإله الداخلي المتعالي، فلن تتخلص من التحول إلى أداة مسخرة لخدمة الملوك المتسترين والعراة، الذين هم ليسوا سوى آلهة مقنعة وغير مقنعة في النظام القائم، كما ولن تنقذا ذاتيهما من الالتحاق بهذا النظام.